إلى التطورات في سوريا، فقد قالت المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان إن السلطات اعتقلت أكثر من 1000 شخص خلال حملة دهم من بيت لبيت في عدد من المدن منذ السبت الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن هناك أشخاصا مفقودين وقد بثت في مواقع الإنترنت صور جنود من الجيش السوري وهم يعتقلون شبانا قيل إنها في محافظة درعا، بينما قال ناشطون آخرون إنها في البيضاء. وتقول المواقع التي بثت الصور إن عملية الاعتقال جرت يوم أمس الاثنين. وفي مدينة بانياس الساحلية أفاد ناشطون لوكالة رويترز بأن قوات سورية انتشرت في وسط المدينة وأغلقت المدخل الشمالي واعتقلت عددا من الأشخاص. وقد خرج متظاهرون في بانياس للتضامن مع أهالي مدينة درعا وللمطالبة بمزيد من الحرية. وقد حاول مغتربون سوريون ومواطنون أردنيون إدخال قافلة إمدادات غذائية وطبية إلى مدينة درعا، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وقال منظمو القافلة أن استمرار إغلاق السلطات السورية للمعبر البري كان عائقا في إيصال تلك المساعدات. وفي جانب آخر طلبت الخارجية الأردنية إيضاحات لما ورد عن مقتل مواطن أردني في درعا. مراسلنا في عمان حسن الشوبكي يتابع تداعيات إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين. بعضهم جاء من دول الاغتراب بعد أن ساءهم ما يحدث لأشقائهم في درعا المحاصرة. هدفهم مد يد المساعدة إلى الأطفال والنساء في بلادهم ومحاولة تقديم أي إمدادات غذائية أو طبية لمن يقولون أنهم تحت الحصار. لم يتمكنوا من عبور الحدود ولم يسمح لحملة الإغاثة التي بدأوها أن تحقق مرادها، فانتقال الأفراد ممنوع بقرار سوري، وكذلك السلع والبضائع لا سيما إلى درعا وقراها الممتدة على الشريط الحدودي بين الجانبين. أهلي جوا عم بيموتوا، أطفالهم عم بتموت من قلة الماء، بس بديش حليب، أنا ما بدي حليب، بدي ماء بس، ودوا لهم مية والجرحى سفوهم، الجرحى عم بتموت جوا. الاخوتنا اللي عم بيصير فيهم درعا هذا لا برضاه لا عقل ولا شيء برضاه من الناس الموجودين. نحن جمعنا تبرعات، جمعنا وجبنا مواد غذائيه اوليه وجبنا اسعافات اوليه للمصابين، ما قدرنا نوصلها لا من هون ولا من اي مكان. اليوم التاسع واغلاق المعابر البريه مستمر من قبل السلطات السوريه، ويتواصل كذلك الرفض السوري لمنع اغاثه اهالي درعا، فيما يتسع مشهد الخساره ليشمل ضحايا اخرين من غير السوريين. الأردني عبد اللطيف الوشاحي الذي يقيم في درعا منذ سنوات يقول أهله في شمال الأردن أنه قتل على يد أحد القناصة. ذهب ليشتري الخبز لولديه وزوجته قبل بزوغ الفجر ولم يعد. العائلة تنتظر جثة ابنها وتحمل الأمن السوري المسؤولية. لازم إني أنا أشوف ابني، مش مات، بدي إياه أشوفه، وبدي ولاده، عنده أولاد 2، يزن
وسام هذول بدي إياهم، بحتضنهم ريحته، هذول من ريحة ابني يظلوا عندي. الأصوات المطالبة بوقف سفك الدماء في سوريا تعلو بين وقت وآخر أمام السفارة السورية في عمان. أما الأشقاء على جانبي سهل حوران فيحدوهم أمل واحد، فأبناء درعا يستصرخون وينتظرون من يغيثهم، بينما أشقاؤهم في الرمثة يأملون أن ينتهي هذا السواد الذي يرقبونه بحزن صباح مساء. حسن الشوبك، الجزيرة، الرمثة، الحدود الأردنية السورية. ومن جهة ثانية قال وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ أن بلاده تعمل مع شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات على المسؤولين في النظام السوري، وقال إنه سيلتقي نظيره الفرنسي ألان جوبي لبحث تفاصيل هذا الموضوع. وكان جوبي قد قال إن فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، وأضاف أن النظام الذي يطلق النار على شعبه يفقد شرعيته.